بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب تالتة ثانوي، بالنسبة للمراجعة النهائية في الإحصاء، المسائل ديت يا ولادي متوقعة إن شاء الله 100% في الامتحان. السؤال الأولاني بيقول لي العلاقة بين طول ضلع المثلث المتساوي الأضلاع ومحيطه هو ارتباط. لما يكون عندنا مثلث اللي هو أ ب ج مثلا طول ضلع واحد، يبقى عندك المحيط بتاعه بيساوي 3، يعني 1 زائد 1 زائد 1 3. طب مثلث تاني طول ضلعه 2، يبقى المحيط بتاعه 2 زائد 2 زائد 2 يبقى 6. يبقى النسبة هنا تلت، والنسبة هنا برضك في المثلث ده هو الضلع على المحيط يساوي تلت. طيب نسبة التلت على التلت بتساوي الواحد، يبقى التغير اللي عندنا أو الارتباط اللي موجود عندنا ارتباط طردي تام. ارتباط طردي تام. بالنسبة للسؤال الثاني بيقول لي القيمة التي يليها 25% من البيانات تقريبا تسمى. طبعا احنا عندنا بالنسبة لمخطط الصندوق اللي هو موجود عندنا، القيمة الأولى اللي هو الحد الأدنى، وبعد كده الرباع أول، وبعد كده اللي هو الرباع تاني، وبعد كده الرباع التالت، وبعد كده القيمة النهائية. طيب الرباعي الأول يبقى عندنا 25%، جينا عند الرباعي الثاني يعتبر 50%، الرباعي الثالث يعتبر 75%. طب ال 75% يبقى متبقي قد إيه؟ متبقي 25% لنهاية القيم اللي موجودة عندنا. يبقى هنا القيمة التي يليها 25%، يبقى القيمة ده تسمى رباع الثالث أو الرباعي الأعلى. يبقى الرباعي الأعلى هي الإجابة الصحيحة اللي هي موجودة من ضمن الاختيارات. طيب هنيجي على السؤال اللي هو بيقول لي من المخطط الصندوق المقابل نصف المدى الرباعي. مخطط الصندوق اللي هو موجود عندنا مدينا القيم 24 26 28 و30 و32 لغاية لما وصل لل40. الرباعي الأول اللي هو العدد اللي هو موجود بين 28 و30 اللي هو 29، اللي هو يعتبر واحد. الرباع الثالث اللي هو 38، ديت رباع ثالث. طب نصف المدى الرباعي اللي هو بيساوي ايه؟ يبقى نصف المدى الرباعي الرباعي الثالث ناقص الرباعي الأول على 2، يعني 38 ناقص 29 على الاثنين، يبقى ديت نصف المدى الرباعي. طب 38 ناقص 29 اللي هي 9 على الاثنين بتساوي 4.5، يبقى الاختيار الصح بتاعنا من ضمن الاختيارات اللي هي 4.5. هنيجي على المسألة اللي هي موجودة عندنا دي. هنا بقول لي من بيانات الجدول الآتي مديك قيم لسين وقيم لصاد. القيم اللي هي موجودة لسين والقيم اللي موجودة لصاد عايز مقدار الخطأ لما السين ب10. طب ما هي السين ب10، يبقى القيمة الجدولية 8، يبقى السين ب10 القيمة الجدولية 8. طب أنا عايز ويديك معادلة خط الانحدار صاد هاد اللي هي بتساوي 4.2 زائد 3 بسين. طيب أنا هنجيبهم قيمة المعادلة. عندنا نهوت مقدار الخطأ بيساوي إيه؟ القيمة المطلقة، القيمة الجدولية ناقص قيمة المعادلة. يبقى دي بتساوي القيمة الجدولية قد ايه يا ولادي؟ 8 ناقص القيمة المعادلة هنعوض عن السين ب10، يبقى تطلع صاد هاد بتساوي 4.2 زائد 3 على 10 ب10. 10 تروح مع 10 يبقى 4.2 زائد 3 يديني 7.2. طب 8 ننقص 7.2 يبقى الحل بتاعنا 8، يبقى قيمة أو مقدار الخطأ اللي موجود 8. الإجابة الصحيحة. هنيجي على المسألة اللي هي رقم 5، بيقول لي إذا كان التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي س هو دالة السين بتساوي نص لما السين أكبر من 2 وأقل من 4 وبتساوي 0 فيما عدا ذلك. طيب
المتغير أو التوزيع الاحتمالي توزيع متصل. يعني إيه؟ يعني لو كانت عندنا هنا السين ب2 يبقى الصاد أو دالة السين بتساوي نص. طب لو كانت السين ب4 يبقى برضك دالة السين بتساوي نص. طب بين الاتنين والاربعة ده هو بيقول لي هات لي احتمال س اكبر من التلاتة. طب العدد 3 يقع بين 2 و4. طب لما نعوض عن التلاتة برضو عن الس ب3 يبقى دالة الس بتساوي نص برضو. اصبح ان الجزء المظلل ده هو اللي هو عبارة عن مستطيل. يبقى هنا احتمال الس اكبر من التلاتة يديني من 3 ل4 يبقى الطول دوت 1 والعرض دهوت نص. يبقى مساحة الجزء المظلل دهوت يا ولادي يبقى الواحد في نص بتساوي نص. يبقى الاختيار الصح بتاعنا بتساوي نص. هنيجي على المسألة ديت اللي هي بيقول لي كيس يحتوي على 12 كرة صفراء و8 كرات حمراء إذا سحبت كرتان عشوائيا على التوالي بدون إحلال. يعني ايه بدون احلال؟ يبقى بدون ارجاع الكرة الاولى اللي انا خدتها من الصندوق او من الكيس على التوالي بدون احلال، فان احتمال ان تكون الكرة الاولى صفراء. طيب والكرة الثانية تكون حمراء. طب احتمال تكون صفراء يبقى عدد الكرات الصفراء على العدد الكلي اللي هي بتساوي 12 على 20. دي بالنسبة للصفراء. كلمة الواء طبعا الاحتمالات هنا احتمال مستقل. طيب لما يديني واء يبقى ضرب يبقى في. طيب الكرة التانية حمراء يبقى 8 على 20. لا، ما انا خدت الكرة الصفراء ما رجعتهاش تاني يبقى 8 على 19. طيب لما نحب نختصر على 4 فيها 5 على 4 فيها 2 نضرب 2 في 12 24 على 5 ب 19 ب 95. يبقى الحل بتاعنا الصح 24 على 95. أتمنى لكم التوفيق وما تنسوش الاشتراك في القناة. شكرا.